اهلا اهلا، عاملين ايه؟ اخيرا بعد طول انتظار نزل طرح محدود الدخل. الاعلان ده احنا قاعدين مستنيينه مثلا يجي من سنة كده، شهر 11 بالظبط اللي فات. الاعلان بقى نزل بعدد وحدات، 78 الف وحدة سكنية المنخفض ومتوسط الدخل. انا هقول لكم دلوقتي على التفاصيل بتاعته عشان اللي حابب يقدم يتفضل يقدم. زي ما قلنا هو نازل بعدد 78 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، من ضمن مبادرة سكن لكل المصريين خمسة. المساحات هتكون 75 متر و90 متر. كمان المدن اللي نازلة فيها هي أول حاجة الوحدات دي جاهزة التسليم الفوري، يعني هي معمولة وجاهزة. اللي هيدفع جدية الحجز بعدها بفترة البنك هيروح يكلمه ويتعاقد معاه يكمل باقي تمن 20% من تمن الوحدة ويستلمه على طول. المدن بقى اللي نازله ايه، هي كمان نازله في قلب المحافظات، يعني مش في محافظه جديده مثلا او كده، يعني هي في قلب المحافظات، يعني في الجيزه مش مثلا مدينه جديده في الجيزه، لا هي في الجيزه نفسها مثلا. المحافظات بقى هي هتكون ايه والمدن هتكون ايه. نازله في الجيزه، ونازله في الشرقيه، وكمان في المنوفيه، ونازله في الفيوم وفي الاسماعيليه، وفي مرسى مطروح، وفي شمال سيناء، وفي البحيره، وفي جنوب سيناء، وفي بني سويف، وفي المنيا، وفي سوهاج، وفي قنا، وفي أسيوط، وفي الأقصر وأسوان. وهي الوحدات دي جاهزة للتسليم الفوري زي ما قلت، وحدات في قلب المحافظات. وهيكون المقدم بتاعها 20,000 جنيه فقط. وكمان اسعارها هتكون بتبتدي من 184 الف جنيه بس، ودي حاجة يعني لقطة. يعني اللي من المدن ديت يا بختهم بجد، يعني لا هيضطروا ينقلوا اماكن جديدة ولا اي حاجة، وهياخدوا الوحدات بالسعر ده. الوحدات بتبدأ من 184 الف لحد 400 الف. دي كده الوحدات اللي هتكون جاهزة للتسليم الفوري لمتوسط ومنخفض الدخل، هم فاتحينها للاتنين عشان هم محتاجين يعني يخلصوا من الوحدات دي. تاني حاجة بقى نيجي عند الوحدات الجاهزة برضو للتسليم، بس دي المنخفض الدخل بس، دي مش للاتنين، دي المنخفض الدخل بس، وبرضو جاهزة للتسليم الفوري. هي الأماكن بقى هتكون فين؟ هتكون في أكتوبر الجديدة، وفي العاشر من رمضان، وفي برج العرب الجديدة، وفي السداد، وفي أخميم الجديدة، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وغرب قنا، وطيبة الجديدة، أسوان الجديدة. وهنا وهنا بقى الأسعار هتكون من 415 ألف جنيه لحد 530 ألف جنيه. وكمان جدية الحجز هتكون 30 ألف جنيه. ركزوا معايا، الوحدات ديت هتكون لمنخفضي الدخل بس. أول وحدات اللي احنا قلنا عليها اللي هي مقدم 20,000 جنيه، دي المنخفضي ومتوسطي الدخل، لكن الوحدات اللي أنا لسه قايلة عليها دلوقتي حالا دي لمنخفضي الدخل بس، مقدم جدية حجز 30,000 جنيه. اخر حاجة بقى اللي هي المدن الاستلام بعد 3 سنين. المدن دي هيكون نازل فيها فين بقى؟ هتكون اصلا مبدئيا كده جدية الحجز 30,000 جنيه برضو. في ناس كانت عمالة تقول يعني يا جماعة المقدم هيكون 55,000 ومش عارفة ايه، وقعدوا يقولوا كلام فارغ كتير كده، وهي الجهاز نزلها ب30,000 جنيه بس. هتكون نازلة فين المدن ديت؟ حدائق العاصمة، وحدائق اكتوبر، و15 مايو، واكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة. وهنا بقى الأسعار هتبقى بتتراوح من كام؟ هتكون من 542 ألف إلى 700 ألف. وطبعا دي حاجة مفاجأة، احنا ما كناش متوقعينها قوي، بس يعني يا جماعة على بال ما تستلموا الشقق ديت هيكون حصل كذا تعويم في البلد، وهيكون الأسعار عليت أكتر من 700 ألف بكتير. فقدموا ما تقلقوش وكده كده يعني، بجد هي مكسب لأي حد. مفيش اصلا يعني دلوقتي انزل شوف دور هتلاقي ان الاسعار اكتر من كده بكتير، وهتكون محتاج ان انت تدفعها كاش. فهنا احنا يعني ربنا يعينكم على الاقساط ويعيننا يا رب، يعني الدنيا هتبقى متسهله ان شاء الله في تواجد الاقساط ربع سنويه وكده. وهتكون المدن دي بقى هتكون الاستلام بعد 3 سنين. وهتكون كمان بتبقى تمويل عقاري، هي كل المدن تمويل عقاري على 20 سنة. كراسة الشروط هتكون سعرها 355، عشان بس في غلطة ان هم كانوا كاتبين في الاعلان كراسة الشروط سعرها 300 جنيه وجنبها 355 مصاريف ادارية.
هي بالمصاريف الإدارية 355. يعني هما مش هتدفع 300 وترجع تدفع 355، لا، هما كل المصاريف الإدارية بالكراسة ب 355 جنيه. هتكون متواجدة في مكاتب البريد من يوم كام بقى؟ عندك من يوم 18/11 لحد يوم 25/11، ودول لاخواتنا وحبايبنا اللي هم ذو الهمم. يعني محدش ينزل يشتري الكراسة في الوقت ده يا جماعة. غالبا كده بيكون في كراسة مختلفة لذو الهمم، فممكن انت تنزل يوم ذو الهمم تشتري الكراسة وتيجي تقدم يلاقوك مش ذو الهمم فتترفض. اصبروا يا جماعة لحد ما يجي وقتكم. هيكون ايه؟ هتكون متاحة لكل الناس امتى بقى؟ من يوم 26/11 لحد يوم 14/12 2024. هيكون معاك شهر كامل تشتري فيه الكراسة من البريد براحتك، وتدفع كمان المقدمة في البريد، وكمان تسجل على الموقع وتجهز ورقك وترفعه. كل ده هيكون معاك شهر كامل تخلص فيه كل الكلام دوت. ما تستعجلوش يا جماعة على شراء الكراسة، كده كده هتعرفوا تشتروها ان شاء الله، لان هي بتبقى متوفرة في جميع البريد اللي هو بيكون نازل في المحافظات بتاعته. ومعاك شهر كامل، يعني ما تنزلوش برضو اول يوم وتاني يوم، اكيد طبعا الدنيا هتبقى زحمة جدا. وكمان كنت حابة اقول لكم ان ال يعني المرتب اترفع من من 6000، كان الحد الاقصى 6000 تقريبا في الاول. دلوقتي بقى للعائلة المرتب مرفوع لحد معاك 15000، من 3500 ل15000، وللأعزب لحد 12000 جنيه. مش معنى كده ان اللي مرتبه ده بس هو اللي يقدم، لا. يعني انت لو بتاخد من اول 3500 لحد 15 تنفع تقدم. ومش معنى كده ان اللي بياخد 15 لا بيبقى ليه ايه اكبر، لا طبعا. ده انت كل ما المرتب بتاعك مثلا يبقى في النص، بتبقى انت مستحق الشقة دي اكتر. فقدموا يا جماعة، ما تقلقوش. انا بس كنت حابة اوضح حتة الدخل، لان ديت في ناس كتير عمالة تقول يعني انا لازم اكون باخد 15000 عشان اقدم. لا يا جماعة، مفيش الكلام دوت. انت من اول 3000 ونص تقدر تقدم. بالتوفيق للجميع. لو في اي حاجة تاني جت برضو جدت في الموضوع هعلن عنها. لو عايزين برضو تعرفوا تفاصيل الاعلان التاني اللي هو بتاع متوسط الدخل اللي نازل دوت، اللي هو اوريدي شغال دلوقتي، لو حد حابب يقدم عليه برضو اسمه هو الاعلان بتاع متوسط الدخل. لو عايزين تعرفوا كل البيانات عنه اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت لو بتشوفوني لحد هنا تكتبوا لي بتتابعوني منين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.